السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي أحمد العربي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم. الجديد النهاردة كابتن محمود الخطيب فتح خزاينه لتدعيم صفوف النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. 5 نجوم، 5 نجوم، 4 محليين، 3 إعارة، وواحد قيد. قيده هيكمل معانا. طبعا ده غير الكابتن محمود حسن تريزيجيه وكابتن حمدي فتحي المحترفين في نادي الريان والوقر القطري. 5 نجوم هيزينوا تشكيلة النادي الأهلي. اسمع مني، منهم واحد أوروبي خد مع فريقه دوري أبطال أوروبا، هيكون الأول والأكبر عالميا وغير مسبوق في مصر أو في أفريقيا، يكاد يكون مثلا في آسيا. ماشي اللي بيحصل في الدوري السعودي وشراء اللاعبين والكلام من ده، انما 4 لعيبه محليين وواحد منهم هيكون قيد، والباقي هيكون اعاره لكاس العالم بس. طبعا حمدي فتحي، كابتن حمدي فتحي ده اعاره كلنا عارفين لكاس العالم للانديه بس. محمود حسن تريزيجيه طبعا ده عقد كده نهائي، هيجي ان شاء الله من قبل بدايه كاس العالم للانديه، وهيكمل مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي. الفريق طبعا في مفاوضات سريه جدا جدا مع اللاعب اللي بقول لكم عليه. الكابتن محمود الخطيب عدى السقف، فتح الخزنه، هيجيبه ان شاء الله باذن الله هيلعب في النادي الاهلي في التشكيله الاساسيه. كده يبقى 5 نجوم واتنين، محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي، هيبقوا 7. هيغيروا تشكيله النادي الاهلي، هيغيروا الاسكواد بتاع النادي الاهلي، هيغيروا طريقه اللعب. هيكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقوى اسكواد موجود في كاس العالم للانديه. ده الكابتن محمود الخطيب اللي كنتوا بتهاجموه. الكابتن محمود الخطيب ده بخيل، الكابتن محمود الخطيب مش متأخر في الصفقات، وانتوا عارفين، كلكم عارفين. كإعلام كجمهور، النادي الأهلي لما بيدخل في صفقة سعرها بيزيد. خبر مفاجئ، 90% أحمد سيد زيزو في النادي الأهلي في كأس العالم. كأس العالم بس، هيكمل الله أعلم، لسه المفاوضات شغالة. والنادي واحنا من طبيعتنا وطبيعة النادي الأهلي ما بيعلنش غير لما بتكمل بنسبة 100%. بالنسبة لكأس العالم والرعاية، اللاعب اللي جاي جديد ده هيجيب رعاية كبيرة للنادي الأهلي. اسمه بس هيعمل تسويق ورعاية كبيرة. عرفتوا بقى ليه النادي الأهلي معروض للبيع؟ عرفتوا ليه النادي الأهلي مكروه؟ أتمنى من جمهور النادي الأهلي، وأنا بقولها في كل فيديو بعمله، دعمنا للكابتن محمود الخطيب، دعمنا ليه في كل قراراته. النادي الأهلي بيتعرض حاليا لخطة ممنهجة إعلاميا وعلى السوشيال ميديا والصفحات المأجورة والصفحات اللي هي باسم النادي الأهلي ولا تمت للنادي الأهلي بصلة. كل ده بيهد في النادي الأهلي، ومش لصالحنا، مش لصالح فرقتنا، لا، للأسف ده بيأثر على اللعيبة، بيأثر على الجهاز الفني، بيأثر على أي حد، بيأثر على أي حد. وللأمانة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب إنجازاته مش معملهاش أي رئيس مجلس إدارة أو مجلس إدارة كان. يكفينا فخرا إن هو محترم، مهذب،
يكاد يكون مش عايز انا اقول ان هو زي، مش زي ناس تاني او زي الاعلاميين التانيين او زي الناس اللي كانت بتظهر بالساعات في السوشيال ميديا وفي الاعلام، من تلفزيون لقناة لقناة، لليوتيوب للفيس. لا، كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة شغالين صح، وما بيسيبوش جهد على جهدهم، ما بيدخروش جهد، ما بيدخروش جهد عشان يرفعوا اسم النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي مشرف أفريقيا كلها، النادي الأهلي اللي مشرف أفريقيا كلها، وأي حد شرف أي حد. وكلنا كأهلاوية شايفين الظلم اللي بيتعرض للنادي الأهلي، سواء تحكيميا وبدون أي مجاملات. يعني مش هنجمل في كلامنا، النادي الأهلي بيتعرض لخطة ممنهجة في الإعلام. لو جينا حسبنا كم واحد من النادي الأهلي أو من لعيبة النادي الأهلي في الإعلام حاليا، كام؟ اللي بيتكلم بجراءة كابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي بيتكلم بجراءة، باقي ما باقي كلهم على استحياء، كله بيتكلم على استحياء. الكابتن عماد متعب قيمة وقامة لاعب فعلا، ومن بعديه يعني ما فيش حد سد في مكانه في النادي الأهلي. يكاد يكون وسام أبو علي يعني لسه برضه كان في رابطة الأندية، هو ذات نفسه ظهر في الإعلام وقال لك أنا بعيد عن الرابطة ليا سنة ونص. ليه؟ هو إحنا اللي ناجح في البلد ده بنفشله؟ نبص بدون، والله بص، بدون انحياز لأي حد، أي منصب في الشباب والرياضة كلها، بالاتحاد الكورة، برابطة الأندية، بكل حاجة، كلهم زملكاوي، كلهم زملكاوي. وأنا ما عنديش اختلاف، أنا ما عنديش اختلاف. يعني إن أنت امسك زمالك، إسماعيلي، مصري، كلهم أندية، كلنا بشر، كلنا بنخطأ، بس ما يبقاش كده، ما يبقاش بالطريقة دي. فالرجاء إن إحنا نقف ورا نادي الأهلي. إحنا كجماهير النادي الأهلي إحنا اتعودنا من صغرنا التعادل هزيمة، معاك التعادل هزيمة. وانا والله ممكن يعني النادي الاهلي لو اتعادل انا ما بنامش. يعني انا النادي الاهلي في الانسحاب هو ما انسحبش، وكان موعود بحكام اجانب، وفعلا الحكم السعودي وصل وتصور معاه مندوب وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكورة، صوروا معاه وخدوه على الفندق. وكلنا طبعا عارفين القصة دي مش هتكلم فيها. فأنا يوميها ما قدرتش أروح الشغل، ما قدرتش أروح الشغل. فأنا بتمنى من جماهير النادي الأهلي ونداء، وأنا بنادي تقريبا كل يوم على الموضوع ده، عايزين نقف جنب النادي الأهلي، عايزين نقف جنب النادي الأهلي. وأنا على قدر المستطاع بحاول أجيب أخبار موثوق منها، مش أي خبر. مش هطلع أقول حاجة إلا لما أكون واثق منها وواثق من مصدرها. مش عايزين نقول أخبار وفي الآخر ما نلقاهاش، أو هي اجتهادات. لا، هي مش اجتهادات، والله هي من مصادر موثوق منها، مصادر مقربة كمان. يعني مش هتلاقي حد النهارده يقول لك على الخمس نجوم، وخمس نجوم لهم وزنهم، 4 محليين وواحد أوروبي بيلعب في أوروبا وأساسي في المنتخب. فيا ريت بلاش ننساق ورا الصفحات دي. كل الدعم للكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي والكابتن سيد عبد الحفيظ لقناة النادي الأهلي. ملناش دعوة بحد، احنا ملناش دعوة بحد. خلينا في نفسنا، خلينا في روحنا، نساند الفريق، نآزر الفريق، نقف وراه بكل مؤتنا من قوة. وانا برضو ليا مقترحات كتير، يعني يا ريت توصل للكابتن محمود الخطيب. اقتراحات كتير هتوفر في اللعيبة،
هتوفر في اللعيبه وهتعمل سكواد حلو. يعني مش حاليا هتعمل سكواد، لا، على المر الايام هتعمل سكواد حلو. وطبعا فكره مش هقدر اقولها على الملأ. فيا ريت جمهور النادي الاهلي يقف بجانب النادي الاهلي، بلاش التخبط، بلاش ان احنا نهد في الفريق. مارسيل كولر مكمل، مارسيل كولر مكمل، احنا معاه. ايه المشكله؟ احنا مش هنشوف افضل من الاداره، مش هنشوف من افضل من مجلس الاداره، لا، مجلس الاداره هو اللي عارف. وزي ما قلت لكم قبل كده، النادي الاهلي ما بيحاسبش بالقطعه، لا، النادي الاهلي بيحاسب جمله. تعالى في نهايه الموسم انت عملت كذا، كسبت بطوله، كسبت اتنين، كسبت تلاته، طب خلاص انت تقييمك 10/10. مفيش نادي بيكسب على طول، ومفيش نادي بيخسر على طول. فالرجاء، وبقولها للمره يمكن ال50 في الفيديو، ان احنا نقف جنب النادي الاهلي. احنا داخلين على مرحله خطر في قانون التعديلات. وزاره الشباب والرياضه بنتج 8 سنين، والاطاحه بالكابتن الخطيب، وعرض البيع للنادي وفلوسه تدخل في خزانه الدوله، وعرض اسهمه في البورصه. موضوع كبير، مش موضوع صغير. وان مستشاري رئيس مجلس الوزراء تقول لك لازم القرار يدرس كويس، دي كارثه. هما بيقولوا لازم القرار يدرس كويس، وعلى ما اعتقد جمعيه عموميه في النادي الاهلي ليها كلمه، ليها كلمه وليها دور. ومحدش له فضل على النادي الاهلي. النادي الاهلي فضله على اي حد، اي حد عدى من قدام سور النادي الاهلي فضله عليه. انا كراجل مشجع اهلاوي، النادي الاهلي فضل عليا، فضل عليا، مشرفني، مفرحني. فختام الفيديو ان شاء الله، او اخر حاجه في الفيديو، باكد في لعيبه وفي تدعيمات، والناس بتواصل الليل بالنهار. الكابتن محمود الخطيب، يا رب يا رب يا رب، يا ربنا يشفيه ويعجل بشفاه ويمد في عمره. تمام. الكابتن محمود الخطيب في عز تعبه ونزل أزر اللعيبة، ونزل شد من عزمهم، نزل عمل زيارة مفاجأة لاستاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية، مع إن هو طلع وقال إن أنا عايز آخد فترة أجازة أو فترة راحة، أو راحة، هبعد شوية. فيا ريت بلاش نضيع الناس دي. النهارده احنا لو خسرنا الكابتن محمود الخطيب، من وجهة نظري مفيش حد هيعمل التعامل. والكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بيتعرضوا لضغوط فظيعة محدش مننا بيستحملها، محدش مننا بيستحملها. والراجل ساكت، الراجل ما بيتكلمش، ما بيطلعش في الإعلام كتير. مفيش حد رئيس نادي بيسألوه انت ضفت ايه للنادي، قال لك انا ضفت عضو عامل. مفيش اكتر من كده، انا ضفت عضو عامل. فيا ريت نشد حيلنا ونآزر النادي الاهلي ونقف جنبه. وان شاء الله باذن الله المباراه اللي هتتلعب يوم الثلاث مع الهلال السوداني الساعه 9 في موريتانيا باذن الله هتكون بدايه الانطلاق. والنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيعمل فيها نتيجه حلوه. انا حاسس باذن الله على كل الروح اللي شفتها في اللعيبه، والاجتماع بتاع الكابتن محمد الشناوي باللعيبه، بالكابتن محمد مجدي قفشه وحسين الشحات، نيشي جراديشار، وسام ابو علي، مروان عطيه، اكرم توفيق، محمد هاني، كابتن طبعا رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، كل اللعيبه، الكابتن امام عاشور، كلهم ما كانوش راضيين على ادائهم في المباراه اللي اتلعبت هنا في ملعب استاد القاهره. هم ما كانش راضيين على ادائهم.
لا، هم عندهم اكتر من كده. والنادي الاهلي ان شاء الله مكمل، هيرجع باذن الله بالصعود، باذن الله باذن الله باذن الله هيرجع بالصعود كده. خلاص هنقفل الملف الافريقي مؤقتا. هيتفرغ طبعا لمباراته مع بيراميدز وطاقم التحكيم الاجنبي. المباراه دي هي الاهم حاليا بعد الهلال السوداني. الاهلي لو فاز على بيراميدز طبعا باي نتيجه، هيبقى الفارق 1 بونت، نقطه واحده، نقطه واحده هتبقى الفارق بين النادي الاهلي ما بين بيراميدز. وعلى ما اعتقد احداث المباراه كلكم عارفينها، احداث المباراه كلكم عارفينها. ان شاء الله ان شاء الله الدوري اهلاوي، وافتكروا كلامي وركزوا بيه. وبكره باذنك يا رب، باذن ان شاء الله بكره في اخبار حلوه. والنادي الاهلي النهارده خلص التمرينه بتاعته، طبعا تاكيد خلصها من ساعتين. اتمرن من 9 ل 11 في ملعب المباراه اللي هيتلعب عليها المباراه. نجيل صناعي، ربنا يبعد عننا الاصابات. وانا بختم الحلقه يا ريت الدعاء لاهل غزه، وربنا يشيل الغمه، وربنا يكون في عون مصر وقياده مصر وجيش مصر. وان شاء الله فتره وهتعدي، وربنا يشيل الحزن عن اهل غزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.